انت كان يعني امكانياتك اكبر من كده، جاهز للموت وانا عندي 10 سنين فداء لديني وارضي وعرضي. فكان نفسي وكان احساسي الداخلي ان انا اقدر اعمل حاجه، انا بداخلي اقدر اعمل حاجه، اعمل حاجه لمصر. فالمهم اتجنيت في حجز جمهوري ساعتين اتنين بالظبط، بس ساعتين، ما هو ساعتين اتنين بس. انا ليا اخ غير شقيق فكان بيخدم في منطقه نجديد اللي لبست منها في تل كبير تبع محافظه اسماعيليه. يا علي اروح الصاعقه. فالمهم لما جيت على مكتبه ودينا حجز جمهوري قال له امك ده عيالك هتشوف جمال عبد الناصر والملك فيصل والملك حسين وشغل مريح اكتر وشوف القاهره والرئاسه بقى. قلت له انت مقدم الصاعقه. خد من ايدي الضابط وزير الاسلحه غيروا السلاح. انت كنت مقتنع بس انت عايز تروح الصاعقه؟ انا مقتنع جدا هي الصاعقه بس هو ده السلاح اللي انت شايف انك هتقدر تتحرك هدي منه، عطائي هيكون منه، عطائي هيكون من الصاعقه. فرحت الصاعقه هناك ورحت المعاقل بتاعتها في انشاص، وكان املي بقى اشوف جبل هريدي بقى اللي انا بتمناه بقى لي 10 سنه، فكان امل بالنسبه لي اشوفه. المهم دخلت الصاعقه وكنت عشان انا رايح بمزاجي، مفيش حد يطلع في التدريب الاول عليا، مفيش. كلهم جايبينهم بالامر بالعافيه البس هنا، لكن انا رحت بنفسي، فمفيش حد في التدريب بتاع الاول. فكانت دي يعني غيره شريفه جدا بيني وبين زمايلي، ما بحكيتش عليهم بس انا عاوز ابقى الاول. انا جاي هنا بمزاجي. تم تدريبي العالي والراقي القاسي جدا، تدريب 24 ساعه في 24 ساعه. فبقيت اقول انا اللي جاي، انا جيت. ده كان سنه كام بقى بالتحديد؟ من 66 وانت داخله بقى على 67. فاكتملت تدريبي العالي والراقي جدا، وتم ترحيلي الى سيناء. كتيبتي كانت موجوده في حته اسمها بير تمادة جنوب العريش. هو حوالي 43 يوم بالظبط، وجت حرب 67. جالنا امر الانسحاب، انسحبنا. احنا عساكر ما نقدرش مش منسحبين، فانسحبنا. فشهادتي للتاريخ انا كجندي الانسحاب كان غلط. انا كان نفسي ما انسحبش. انت لم تحارب في الحرب دي؟ كان نفسي ما انسحبش، كلنا كنا زعلانين جدا، يعني بقيت مش ممكن، فضيحه ازاي ننسحب ازاي؟ فانا بقول انا عن نفسي كنت رافض الانسحاب، بس انا عسكري، الامر لازم تنفذ تحت الامر. يعني عندنا حاجه في القوات المسلحه، الله وطن الامر، لازم الامر مقدس. انسحبنا، ملناش ايد في هذا الكلام. فجينا منسحبين 7 ايام بلياليهم، ماشيين 180 كيلو الى الاسماعيليه. طب وده عمل فيك ايه بقى؟ يعني انت داخل الجيش وانت متحمس وداخل في اصعب سلاح الصاعقه، حتى احنا شايفين حضرتك حتى هذا اليوم حاطط الصاعقه في قلبي من جوه، حاطط الشعار بتاع الصاعقه، وعايز تعمل حاجات كتير، وبعدين فجاه تدخل في حرب اللي هي بقى الحرب اللي انت هتحط فيها كل هذه الطاقه المدفونه، وبعدين يقولوا لك انسحب. ده عمل فيك ايه بقى؟ يعني حسيت ان انا مصر كلها والقوات المسلحه كنا في اشد الحزن، كلنا حزانه جدا. انا حسيت في اللحظه دي واحنا بنسحب وسينا احتلت، حسيت ظهري اتقطع نصين، ظهري انا اتقطع نصين. ولكن بدي اقول حقيقه، يعني استردينا معنوياتنا سريعا. مصر قد تمرض ولكن لا تموت. صح. مصر ما بتعيش داخل حد، قد تمرض، تيجي نكسه، تيجي هزيمه، لكن مصر هي مصر، واللي مش عارف يقرا التاريخ. انسحبنا في الاسماعيليه طبعا، وشفت مواقف صعبه جدا للتاريخ. يعني ما كناش في قتال بيننا وبين جيوش او عساكر نظاميين، ولكن كنا احنا بنتعامل مع مخلوقات اخرى غير اولاد ادم. حاجه جميله. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى كانوا بيمسكوا زمايلنا، احنا بتوع الصاعقه طبعا صعب يقع، صعب نتمسك او صعب نتكسر، صعب جدا. ولكن زميلنا من الساحه الثانيه زي المدفعيه والمشاه والدبابات تقال شويه، يعني معلش احنا بيسمونا الجوكر بتاع القوات المسلحه. احنا اصحاب المهام الصعبه والخاصه والمهام المستحيله دي بتاعتنا احنا. فاحنا صعب نقع، صعب نتكسر، صعب نتمسك. فبقوا يمسكوا من زمايلنا بقى بالعشرات والمئات، وينوهم على الاسفلت ويعدوا عليهم بالدبابه قدامكم. قدام احنا ماشيين على بعد. شايفين الكلام ده بنظارات الميدان. فين نشوف اللي يمسك ده كان في الفتره الانسحاب واحنا منسحبين. كانوا بيحطوا الناس ممكن يمسكوا زمايلنا من رجال القوات المسلحه ويحطوهم على الاسفلت ويعاد عليهم بالدبابه. يمسك المجموعه 100 او 150 او 50 ويحصدهم بالرشاش ويفحط نوع بالبلدوزر ويردمهم بالبلدوزر. انا شفت الكلام ده بنفسي. شفته بنفسي واحنا راجعين منسحبين شايفين. لا عشان كده دي كانت يعني ولدت في قلبي من جوه ان لازم يتعمل فيهم زي ما عمل فينا في القتال. مش همسكوا اسير وهربوا، لا ساعه القتال. فبقيت اقول يا ربي هذا وعد وعهد علي، اذا دخلت الحرب ضدهم سوف اعمله بنص القران
بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خلاص هو في صقر بقى داخلي عندك. صقر ما فيش، وبعدين انت معتاد عليك، انت معتاد عليك، زمالك استشهدوا وارضك اتاخدت، فالعمليه مش سهله جدا. ده الكلام ده شوفوا دوله غيرنا احنا مصر لا ما ينفعش على الكلام ده. فالمهم عدينا اسماعيليه وبيتنا ليله في حته اسمها فردان، وجابوا لنا اكل كلنا وقالوا لنا بورسعيد على بورسعيد. مشينا تاني 82 كيلو على بورسعيد تاني. وصلنا بورسعيد قالوا ما فيش فيها جيش، خدوا الصاعقه دي ودوها قعدنا فيها. بعد حوالي اسبوع واحنا قاعدين في بورسعيد يجي واحد افندي دخل الكتيبه بتاعتنا، دخل على القائد بتاعنا. دخل من حسابه جاي يزور واحد قريبه واطمن عليه وشويه ومشي. القائد جمع 60,000 كيلومتر مربع، مسك الطرق والمحاور والممرات والمدن فيها في ظرف ال 20 دول. سيطره سيطره، بس سيناء واسعه جدا كبيره جدا يعني مش صغيره، هي قد فلسطين مرتين وتلت على فكره. فضل مدينه صغيره شرق بورسعيد لم تحتل، اسمها بور فؤاد ما احتلتش. فجاي لنا بقى اوامر ان احنا ندافع عنها باوامر من رئيس جمال عبد الناصر شخصيا، ما تسقطش يمسكوها النعمه دي. فعدينا معديه في بور فؤاد. احنا شوف بقى المقارنه وشوف احنا ضيعنا سينا، هم ما خدوهاش على فكره، احنا ضيعناها، احنا ضيعنا سينا، هم ما خدوهاش، دي شهاده للتاريخ. مش خدوها بفن قتال ومواجهات وطحن ومطحنه، لا ما حصلش، خدوها على جهز. احنا تقصد مين؟ احنا القوات المسلحه، الجنود، القياده السياسيه، القياده العسكريه. القياده طبعا احنا ما الذنب، احنا هم قالوا لنا اقعدوا واحنا مشينا، ما حد قال ساعدنا. يعني القياده كلها مسؤوله عن هذا الكلام، سواء العسكري والسياسي، انا كجندي مسؤول عن هذا اللي حصل، معلش ده تاريخ. فالمهم احنا شوفي بقى عشان تعرف احنا ايه اللي حصل. احنا 34 فرد، المجموعه تطلع هنا، طلعنا 30 جندي ومعانا 4 ضباط، قاعدين معديه دخلنا بور فؤاد. اللي عايزه اللي جاي قد ايه؟ 15 دبابه مدرعه، 120 فرد. حطي بقى المقارنه انت هنا بعضهم، مفيش مقارنه اطلاقا بالمره، مفيش مقارنه اطلاقا بالمره. فاحنا طبعا عارفين دي قوه كبيره جدا جايه، وسلحنا بالايمان وان ارضنا محتله وقضيتنا ولازم ندافع عنها حتى لو هنموت. الضباط وضعوا الخطه والفكر العالي بتاع المصريين حضر، اللي هو كان الفكر ظهر بتاع سياده المشير عبد الجمصي بعد اكتوبر، كلهم كده، كلهم يعني طينه واحده. الضباط فكر الجمصي كان موجود كلهم في ضباط صغيرين، وضعوا الخطه وقالوا احنا هنقابل عارف السكه، مش هنسيبه لما نخش هنا، مش لغايه ما يوصل، نقابل نخش لان كله يخش بيتحفز اكتر، هنخشه نقابله في السكه. مشينا ساعتين حوالي 12 كيلو. هو جاي ماشي على الشاطئ الشرقي لقناه السويس، على مدق على شاطئ شرق القناه، واحنا دخلنا في عمق سينا حوالي بتاع 100 متر، والضباط قالوا هنا نعمل الكمائن على المدق اللي هو يمشي عليه. احنا كل 3 افراد في حفره بطول المدق اللي هو يمشي عليه. هو ماشي في حاجه اسمها قطار ميداني، العدو ماشي في قطار ميداني بين الدبا والدبا حوالي من 100 متر الى 150 متر. احنا عملنا الكمائن برضه بنفس الوضع ب 150 الى 100 متر الكمائن على المدى اهو. انا الحفره بتاعتي فيها 3 افراد، الكمين بتاعي. تستخبوا بقى جوه الحفره؟ احنا حافرينها عشان اسمه كمين. عملنا حفره ومعانا 3 اسلحه مختلفين عن بعض، كل واحد معاه اسلحه بتاعه. وبدانا بقى ايه ندعي احنا الثلاثه، يعني كل واحد يدعي بطريقته الموت جاي. الموت جاي، فاحنا عايزين نعمل حاجه اللي هتموت، هتموت النهارده، هتموت بكره، بعد 1000 سنه هتموت، بس اعمل حاجه لدينك ووطنك، اعمل حاجه ده ربنا. فالمهم صلينا المغرب مع بعض احنا 3 والعشاء مع بعض، وكل واحد قاعد يدعي بمعرفته، يدعي بنفسه بقى. خلاص العدو خلاص بقى ساعاته جاي، ساعات معدوده، ساعتين ده جاي. فبدات انا اقرا في ايتين 2 بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم هم يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. بارك ايتين دول، ابو رب العدو ما يشوفنيش ومكنني منه، مكنني بالدول، انا هحط الدانه بتاعتي وانت يا رب وجهها بارك. الساعه 3 الا ثلث فجر 1:67 القول جاي. واذا كان ربنا عاوز يهلك انسان يغره، يخليه يتغرب نفسه. جيل بقى في غرور، واخدين نصر سهل، واخدين حاجه ما تعبوش فيها، غرور بقى، جايين مغرورين فعلا. فالقول جاي ماشي بهذا القطار ومولعين نور الواطي الدبابات، مما سهل المهمه لينا. ما مشيش ضاء يعني زي ما قال العسكري بتقول ما نورش، يعني لو نور كان عالي كان ممكن يشوفوكم. لا ده النور عالي يصيب الوتر، لكن لما يطفي النور يبقى هو يتمكن اكتر من نفسه وما يدلش نفسه، ما يدلش ما نندلش عليه، فيش يبقى ما نعرفش نصطاده. فما النور الواطي فحدد اماكن دبابته ماشيه. فانا كنت عمال اقرا في الايتين دول وادعو يا رب يا رب. المهم القول عدى كله قدام مني بالكامل، طوله حوالي 200 متر،
ماشيين متفردين. فاحنا حاطين في قدام حقل الغام راح داس عليه اول مدرعه